الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طبق مسقعه من غير لحمه مفرومه ولا اي حاجه. هي وجبه برضه تبقى كويسه وفيها بتنجان وفيها بطاطس وفيها فلفل، بس مش هنحط لحمه مفرومه، برضه اقتصاديه شويه يعني. هنبدا بقى نقشر البتنجان والبطاطس ونيجي مع بعض. بسم الله. البتنجان والفلفل كمان، في فلفل طبعا فتحناه، والبطاطس كمان غسلتها وحطيت عليها ملح. هنجيب كمان ملح نحطه على البتنجان، ماشي، المنظر ده كده، ماشي. على البوتاجاز اهو، ماشي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البطاطس كده وايه ونحمرها، ماشي. اكله كمان يا جماعه اقتصاديه كويسه يعني، فيها برضو كل حاجه. البتنجان برضو مفيد. وعايزه كمان قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر كل الناس اللي بتخش تعمل كومنتات وتكتب كلمات كويسه بتشجع القناه، من داخل مصر وخارج مصر، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. طبعا المسقعه انا حطيت حله اهو، نحط فيهم بقى شويه زيت كده، هنحط كمان الثوم. انا بعملها ثوم بس، طعمها حلو قوي. لو عندك الثومه بقى بتخلي المسقعه يعني بتديها طعم تاني عن البصله. المنظر ده كده. هنجيب بقى شويه خل، ونقلب بقى كده. القطه دي انا بشرها يا جماعه، كنت بشرى شويه قوطه، وكمان حطيت بقى ايه قوطه كانت عندي في الفريزر، هسيبها بقى تتسبك، ماشي. ونحمر بقى ايه البطاطس. بصيت ما شاء الله، بص منظرها عامل ازاي، بجد الكاميرا مش جايبه حقها. الصلصه شكلها جميله جدا، وبألف هنا وشفا.